الحملة الفرنسية على مصر. قامت الحملة الفرنسية من ميناء طولون سنة 1798 تحديدا في شهر يوليو. قامت القوات الفرنسية من ميناء طولون، اقتحمت مدينة الإسكندرية، وكانت المقاومة من أهل الإسكندرية مقاومة شرسة جدا بقيادة محمد كريم، حتى قتلوا 200 جندي وأسروا 2 من القادة الفرنسيين، ولكن هزموا في النهاية. والطريق للحملة من الإسكندرية إلى القاهرة كان صعب وشاق على الجنود الفرنسيين، لأنه كان في شهر يوليو في الصيف. وكانت معركة الأهرامات هي المعركة الفاصلة لدخولهم القاهرة، ولكن هي ما كانتش عند الأهرامات زي ما قال الفرنسيين، هي كانت في منطقة إمبابة. تيجي بعد كده معركة أبو قير في شهر أغسطس سنة 1798، ليجي الأسطول الإنجليزي يحطم الأسطول الفرنسي في منطقة أبو قير ليمنع الإمدادات للقوات الفرنسية اللي موجودة في مصر. نابليون عمل في مصر حاجات ما كانتش موجودة قبل كده في مصر، زي المطبعة والمحكمة والدواوين. نبدأ الأول بالمطبعة. نابليون أبدى في مصر بالطباعة للدواوين، والدواوين عمل في كل محافظة ديوان، وجه في محافظة القاهرة راح عامل ديوان مصغر زي مجلس الوزراء. ونابليون قال بسبب هذه الأشياء إننا نضرب أول مثال للعالم على الغزو المستنير نعمل فيه على انتصار العقول الذي هو أصعب من انتصار السلاح، لنقول إننا أرقى من أي أمة أخرى بقدر من نابليون بونابرت، هو أرقى من شنكيز خان. نيجي بعد كده المطبعة ديت ابتدت تطبع الضرائب على المصريين، وفرض رسوم برضو على المصريين، وفرض دمغة وكشف دوري على البيوت. ده كله حاجات أثرت على الشعب المصري وأثارت غضبه، فيجي الشعب المصري يقوم بثورة القاهرة الأولى من شهر أكتوبر، تحديدا يوم 20 أكتوبر. قامت مظاهرات في القاهرة بقيادة الشيخ الجوسقي الكفيف، ومظاهرات شديدة كانت في محافظة القاهرة، وكان مركزها الأزهر الشريف. هجمت القوات الفرنسية على الثوار وقتلوا منهم كتير، وموتوا كتير من الشعب المصري، قصفوهم بالمدافع حتى وصلوا إلى الأزهر، ليقضي على الثورة في 3 أيام بس. يروح نابليون بعد كده على مدينة عكا، ويتصدى والي عكا أحمد باشا الجزار للهجوم الفرنسي، ولكن يحاصر الفرنسيون مدينة عكا لمدة 3 أشهر. أصيب كثير من الجنود بمرض الطاعون، ويرجع نابليون على مصر. وعند وصول نابليون إلى مصر كان علم المصريين إن نابليون معرفش يخش مدينة عكا، فقرر نابليون بعد عودته إلى مصر إن هو يرحل ويسيب القوات الفرنسية في مصر تحت إشراف القائد أو الجنرال كليبر، لأن كان في فرنسا في مظاهرات، وبعض الدول اللي تحت التاج الفرنسي ابتدت تعمل مظاهرات، فاتجه نابليون إلى فرنسا لإعادة هذه المستعمرات، وأعطى الجنرال كليبر التفويض في الحملة بما هو يرى. وجه الجنرال كليبر قابل العثمانيين في معاهدة سنة 1800، معاهدة سلام بين العثمانيين والفرنسيين، وسيبدأ الفرنسيين بالجلاء عن مصر. ولكن علم كليبر بأن العثمانيين تحالفوا مع القوات الإنجليزية اللي كانت متواجدة في البحر الأبيض المتوسط، فطبعا الجنرال كليبر رفض الخروج من مصر، فتقوم ثورة القاهرة الثانية.
ويكون مركزها بولاق. فقام الجنرال كليبر بمجازر في مدينة القاهرة، حتى انه قال جنوده انه يضربوا بالمدافع من فوق الجبال حوالين مدينة القاهرة على المدينة، ليضربوا الشعب المصري ويموتوا منه الكتير. وبالفعل يموت كتير من الشعب المصري، ويجي يدخلوا الفرنسيين بولاق اللي هي كانت مركز للثورة، ويحرقوا مسجد أبو العلا، وتنتهي ثورة القاهرة الثانية. يجي بعد كده واحد كان بيتعلم أو بيدرس في الأزهر من سوريا، اسمه سليمان الحلبي، ليقتل كليبر. بعد مقتل سليمان الحلبي لكليبر يعملوا محاكمة لسليمان. وهنا الجبرتي يقول لك أول مرة أشهد محاكمة في تاريخ مصر بالشكل ده. وعلى فكرة المحكمة من ساعتها وهي على الشكل ده في مصر، ويشوف محكمة لتحكم على سليمان الحلبي بالقتل. بعد ما يقتلوا سليمان الحلبي يجي دور جاك ماينو، الجنرال اللي مسك الحملة بعد كليبر. طبعا الجنرال ماينو كان عكس كليبر، حب العود او التواجد جوه مصر، عكس كليبر اللي كان عايز يسيب مصر ويمشي. طبعا ماينو قعد في مصر، ولكن الانجليز دخلوا يحاربوا الفرنسيين جوه مصر من الشمال، وجي العثمانيين يحاربوا الفرنسيين من الشرق. والإنجليز يهزموا بالفعل الفرنسيين في أبو قير ويحاصروا القوات الفرنسية، والعثمانيين يهزموا الفرنسيين في مدينة بلبيس في الشرقية ويحاصروا الفرنسيين. وكده يبقى الفرنسيين محاصرين بين العثمانيين في الشرق وبين الإنجليز في الشمال. والاسطول اصلا الانجليزي كمان كان في البحر الابيض المتوسط مستعد للهجوم على الفرنسيين. لتستسلم الحمله سنه 1801 وتنسحب عن مصر. شكرا على المتابعه. ولو في اي حرب او اي خلاف عسكري بين دولتين، يا ريت تبعتوا لنا في التعليقات واحنا نتكلم عنه. شكرا على المتابعه.